كذا حد من اصحابي يقول لي لا اصل احنا بنتفرج على مشاهدك عشان عايزين نتفرج عليكي ونشوف انت بتعملي ايه، بس هو المسلسل بيخوف. تو بي اونست انا مش مصنفه العمل ده ان هو رعب اصلا. يعني حتى لما اصحابي، يعني مامتي مثلا مش هتتفرج عليه بتقولي اصل انا بخاف. مامي مش بيخوف. انا بصراحه مش شايفاه بيخوف، انا شايفه ان هو في سسبنس، طبعا في شويه اللي هو الخضه من المزيكا، من مشهد، من كده اللي هو السبيشال افكتس، بس هو مش رعب يعني. مش في مشاهد ديفنتلي يعني اللي فيها قتل او اللي فيها دم او كده، بس هو مش كله كده يعني. هو في دراما وفي في احداث كتير كلها دراميه وانسانيه ما بين الشخصيات اللي موجوده، فانا مش مصنفاه رعب. فلما قريته انا ما حسيتش انه بيخوف. كل حلقه سريعه احداثها والبيس بتاعه سريع، فانه انا مش زهقانه. انا فاكره ان انا اتبعت لي اول 5 حلقات في نفس اليوم، اخلصهم في نفس اليوم. انا لما اتعرض عليا المسلسل فطبعا من الاول وانا شايفه ان ساره دي شخصيه اساسيه، شخصيه مهمه جدا في العمل، وكنت سعيده جدا انه هم اختاروني عشان اعملها. بس كنت كمان قلقانه جدا لاني شايفه انها مسؤوليه كبيره، انا عايزه ابقى حقيقي قدها. يعني الناس دي ائتمنوني على حاجه مهمه، روايه زي دي روايه مهمه جدا لكاتب مهم جدا، وانتاج مهم وعمل مختلف. فلما لقيت انه تم ترشيحي لساره كانت مسؤوليه كبيره عليا، وانا برضو خلي بالك احب اجلد نفسي قوي يعني ادوس على نفسي جامد في اي حاجه. فخدتها انها it's a big responsibility. I have to really do everything I can. مش شرط اطلع كويسه، انا مش عارفه، انا ما اتفرجتش على نفسي، بس على الاقل لما يتعرض ابقى انا بيني وبين نفسي راضيه عن اللي انا عملته، ما قصرتش تجاه ساره في اي حاجه. يعني ذاكرت كويس، اجتهدت قوي ان انا اخلي الناس تحبها زي ما انا حبيتها. يعني اللي انا حسيته كان نفسي الناس تحسه كمان من خلالي، لان هم ممكن يكونوا ما قروش الروايه او ما يعرفوهاش او هيتفرجوا ثم هيقروا يعني كده. فكنت حابه ان الناس تحب ساره زي ما انا حبيتها، زي ما هي كانت مكتوبه، زي ما لما قعدت مع تامر ابراهيم اللي كتب الروايه انه هو يقول لي شايفها ازاي، هو ليه كتبها كده، حب فيها ايه، ساره دي بالنسبه له ايه. فكانت مسؤوليه كبيره وقعدت احضر لها كتير. يعني في الاول جبت اكتنج كوتش وهي وركت وذ مي اون ذس رول، فهمني ازاي احضر للشخصيه. تفاصيل كتير على فكره بتبقى تكنيكال، ازاي تحسي بيها، يعني ازاي احضر نفسي انا كناردين انه انا في اللحظه دي ابقى ساره واحس باللي ساره حسيته، اللي الكاتب قال لي عليه، اللي انا بحلله من الكتابه، من الظروف اللي حاصله في المشهد، انا حسيت ايه من ساره، واللي كتبها شايفها ازاي. طب انا ازاي ممكن اوصل نفسي ان انا احس بده عشان الناس تشوف ده ويبقى حقيقي. فعلمني حاجات كتير ممكن قدرت استخدمها يعني، واعتقد فرقت في طريقه تمثيلي او الطريقه اللي انا ظهرت بيها ساره للناس. مسلسل مش سهل يعني، هو مركب جدا وتفاصيله كتير، وممكن يبقى مثلا الشخصيات اللي حواليا عارفه حاجات انا مش عارفاها، فلازم افرق بين ده، وكمان تطور العلاقه بينها وبين جمال. هي هنا كانت عامله ازاي، بعد كده بقت عامله ازاي، بعد كده امتى ما بقوش يحبوا بعض، لان احنا ما كناش بنصور كل حلقه لوحدها منفصله بفنانينها بقصتها، احنا كنا بنصور كله مع بعض. فكنت لازم افرق هي هنا في المرحله دي عامله ازاي وفي المرحله دي عامله ازاي. لما خلصت بقى الواجب ده، الهوم ورك الرهيب ده، الموضوع بقى اسهل بالنسبه لي.